وانا اللي يعني انا اللي مربيهم ومعلمهم وبتاع، ومن صغري بشتغل، من صغري الحمد لله رب العالمين بشتغل. رفض يمثل مع عادل إمام، وكان هو وأمه وإخواته بياكلوا بواقي الأكل. حكاية سامح حسين وأبوه. فتح عينيه على الدنيا، لقى نفسه مسؤول من أمه وإخواته الصغيرين. أبوه سابهم وخلع وراح اتجوز، وأمه كانت بتاخد بواقي الأكل من الجيران وياكلوه. اشتغل على سقالة وهو صغير، وكان هيقع من الدور 17. شعره بيض من الشغل وهو في ثانوي، ورفض يشتغل مع عادل إمام وقال الدور مش من مقامي. سامح حسين إنسان طيب وفنان الكل بيحبه. إخواتي الصغيرين متعلقين في رقبتي، وكنت بنام كل يوم دموعي على خدي، لكن الكل كان بيطبطب عليا. سامح حسين كان بيقول الكلام ده والدموع في عينيه من الشقة اللي شافه في حياته، لحد ما ربنا كرمه. حكايته ملهمة وتدي أمل لأي حد الدنيا مقفلة في وشه إنه يقدر يبقى نموذج كويس. سامح ظهر في لقاء في واحد من الناس، حكى قصته كلها وقال إنه في سن صغير لقى أبوه وأمه بينهم مشاكل ومنفصلين، وأبوه بعد ما طلق أمه ما كانش بيراعيهم نهائي، لدرجة إنه نسي إنه كان عنده ولاد أصلاً، وهم نسيوا إن ليهم أب. والدة سامح هي اللي شلت المسؤولية كلها. ولما سامح بدأ يكبر شوية ويستوعب العالم حواليه، نزل يشتغل عشان يساعد الست المسكينة دي وإخواته الصغيرين اللي ملهمش غيره بعد ربنا. سامح نزل اشتغل عامل بنا طوب ورمل وأسمنت، ووصف حالته في الفترة دي وقال كنت حاسس إن ظهري خلاص اتقطم وما كنتش قادرة أفرد ظهري نهائي. اتعلقت على سقالة 17 دور، والسقالة اتحركت من مكانها وأنا فوق وكنت هقع عمود، بس ربنا ستر عشان إخواتي الغلابة اللي مستنيين يرجع لهم بلقمة ياكلوها. وقال كمان إنه لما تعب من شغلانة البنا دي اشتغل في الكهرباء مع صنايعي، وكان وقتها في مكان عام، لكن كان كل يوم يتكهرب لدرجة إن شعره بيض. وقال إن في الفترة دي كان دايما بيكلم نفسه ويقول لو أبويا كان موجود كان هيخلينا ارتاح من كل ده. وقال كمان كنت واخد على خاطري من أبويا لأنه سابنا في وقت صعب جدا، سابنا للدنيا تذلنا واتحوجنا كتير، راح اتجوز وخلف ونسي إن كان عنده عيال من مراته الأولانية اللي هي أمي. ولما تعب وحس إن خلاص الموت قريب منه حاول يعتذر، لكن ما كملش كتير وتوفى بعدها. لكن مراته كانت كويسة جدا وكانت بتحب أمي، ولما أمي ماتت فضلت لابسة عليها أسود. اتكلم سامح حسين عن بدايته في التمثيل وقال إنه عمل دور صغير في فيلم صاحب صاحبه، لكن المنتج طلب إنه يتشال أجزاء من الفيلم، ولسوء الحظ المشاهد اللي اتشالت كنت أنا منها، وفضلت أخبط يمين وشمال عشان أعمل الحاجة اللي بحبها. ولما جاله دور رمزي في راجل وست ستات قال ما كنتش مقتنع في الأول بالشخصية، لكن بعد كده عملت مجاملة الأستاذ أشرف عبد الباقي لكنها نجحت جدا والمسلسل كسر الدنيا وكان وش الخير عليا. وقال كمان انه اتعرض عليه دور في مسلسل فالنتينو، وقدام مين؟ ده قدام الزعيم عادل إمام بنفسه، لكن سامح حسين طلب منهم يقرأ الورق، ولما بص على الدور رفض واعتذر عن المشاركة، وقال انه شاف الدور مش مناسب وملوش أي تأثير في الأحداث ومش هيضيف في المسلسل ولا لسامح حسين. في النهاية الفنان سامح حسين فنان محدش يقدر يختلف على موهبته، ولو ما بتحبوش كفنان فده من حقك، لكن الأكيد إن قصته مع الحياة ما كانتش سهلة أبدا، وتجبرنا كلنا إننا نحترم الإنسان ده. ولو فنه وموهبته ما كانتش كفاية بالنسبة للناس إنه يكون في المكان اللي هو فيها دلوقتي، فأكيد معافرته عشان أمه وإخواته تستاهل المكان ده وأكتر كمان. كل الحب للفنان الجميل سامح حسين.